أبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وأنصارك وشيعتك ومحبيك وزوارك ومجاورك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة وجهت سلامي إليك ما خاب من تمسك بكم آمن والله من لجا والتجا إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء أيا زائرا أرض المدينة إن بدا سنا القبة الخضراء كحل النواظر تقدم إلى القبر الشريف مسلما على خير مبعوثين بخير مآثر وقل يا رسول الله وقل أعظم الباري لك الأجر بالذي بقى دون رأس موطئا للحوافر وإماما وحسينا وسلم على مكسورة الضلع ناعيا إليها ابن غضامي ذبيح البواتر وزر في بقيع الحزن صرحا مهدما لأربعة حازوا عظيم المفاخر وعرج على أم البنين وعرج على أم البنين وقل لها أتيت بدمع قد أذاب محاجري جزيتي عن الإسلام خيرا وأهله فألت لهم والله فخر الحرائر فديت الحسين الصيب
فديت الحسين الصبت في أرض كربلاء بأنجم سعد كابر إثر كابر، فمن كابنك العباس يفدي إمامه ويحمي بنات الواح دون المخاطر ومتقذ هواه أو ذل ذا خضر زينب وزارت يعني ضاعت وزارت بذرب الهاس بين العزاكر. السفر يا ابن ام صعوب والحاد يصعب، حرمة ما تقدر لو خفقها الصوت تنحب، واما الذي تنخاف على الكرار تنسب، والدرب شبلاغو لا رايح ولا جاء. لو طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها ما حد يسليها ولا يشفاج عليها، ما غير حاذ ضعونا بصوته يجيها والرمة تنهى وتنتخي ولا تشوف حماه، يردون نسافير يا بعد اهله ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امين نلاقيك، لا تقول خلتني العزيزة بغير تقصي، لا تقول عني سافر وما ودعاني رحان خواتي وللقبر ما شايعاني يا ليتهم وياي
ذاك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي. بعد ما اقدر الا اقرا البيت. قالت انا ما حد يجاوبني، ضايعه يا حبيبتي انا ما حد يجاوبني اذا ناديت بهلي إلا ثواك الفاقدة يا حسين مثلي أبن على فقدك يا خويا ما حصل لي، بنصب عزاكم يا اخوتي فوق المطية واحسن، لكن الامر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. من خواص وثقات الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، رجل له خصوصيته الاعتبارية مو فقط عند الإمام الكاظم عليه السلام بل عند الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، فكان من ثقاتهما ومن خواصهما. فقد أدرك الإمام الصادق عليه السلام، يعني أدرك الصادق عليه السلام في عمره الأخير، وأدرك الإمام الكاظم عليه السلام طيلة حياته، وقد روى روايات في غاية الاعتبار، والثقة رواياته واعتمدت عند علماء الرواية والدراية. هذا الثقة العاد عندما يروي رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام لا يقول قال الإمام الكاظم، ولا يقول قال الإمام أبي الحسن، إنما كان كل رواياته، وهذا دليل قطعي على ضراوة الظروف بشقيها السياسي والاجتماعي آنذاك، فكان إذا روى رواية عن الإمام الكاظم قال راهب بني هاشم، قال ذو النفس الزكي، قال العبد الصالح، قال زين المجتهدين. وهذه كما يعبرون كانت يسمونها اللغة ذات الشفيرة، ذات الشفيرة عند ثقات وخواص الإمام الكاظم عليه السلام. ومن الثابت أنه أصعب حياة أو تاريخين مر بأئمتنا عليهم السلام هو تاريخ الإمام السجاد السياسي والاجتماعي، وتاريخ الإمام الكاظم السياسي والاجتماعي. ومن الثابت أن هذين الإمامين قد فعلا التقية بكل أبعادها ومضامينها في زمني وجودهما الشريف المبارك، أو في زمني خلافتهما الإلهية الشرعية. خب احنا نقرأ على أم البنين، شنو ارتباط هذا بأم البنين؟ هذا يقول قال لي الإمام راهب بني هاشم يا هشام قم معي، فقمت معه. هاي تسليم. شلون تسليم؟ ما سألته إلى أين نمضي، وين راح توديني،
أي جهة من الجهات سوف نقصدها؟ عندما قال لي قم، هذا أمر، قم، بعد شنو؟ ماكو. فقمت معه حتى جاء بي إلى سوق المدينة، وهناك أخذ راهب بني هاشم يمر على النخاسين فيها. النخاس بائع الغلمة والجواري. يقول مر على نخاس وعلى الثاني وعلى الثالث والرابع حتى وقف عند خامسهم، فقال له هل معك من الجواري شيء؟ قال نعم. قال ما ضرك لو عرضتهن؟ عرض على راهب. شوف هاي الرواية دائما تجيبها شنو؟ راهب بني هاشم. راهب بني هاشم شنو؟ قال من ضمن العبائر في زيارته عليه السلام السلام على حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة، وهو القائل عليه السلام اللهم إني قد سألتك أن تفرغني لعبادتك فها أنت قد فرغتني لها. متى؟ وهو الإمام عليه السلام يدخل إلى ماذا؟ إلى الزنزانة أو إلى المعتقل السياسي، وإلى ماذا؟ إلى تلك السجون التي مر بها الإمام الكاظم عليه السلام، وهي 4 سجون قضى فيها 16 عاما من حياته الشريفة المباركة. هذا الذي وردت عنه أذكارا كان يقولها في السجدة الأخيرة من الصلاة الواجبة له. الأول منها اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. والذكر الثاني إلهي قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا أهل التقوى وأهل المغفرة. والذكر الثالث يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير. قال هل معك من الجواري شيء؟ قال نعم. قال ما ضرك لو عرضتهن؟ عرض على الإمام 9 من الجواري فنظروا عنهن. قال هل معك غيرهن؟ قال كلا. قال بل معك. فقال عندي جارية ولكنها تمتنع من العرض منذ اشتريته. ما ترضى حد يشوفها، ما ترضى حد يسومها، ما ترضى حد يتفحصها، لأن هذه التجارة كانت قائمة، تجارة ماذا؟ الرقيق من الذكور والإناث. يقول صرف يقول هل معك؟ قال بل. يقول بل عندي جارية ولكنها مريضة تمتنع من العرض منذ اشتريته. يقول انصرف الإمام عنه وانصرفت معه. يقول في اليوم الثاني أعطاني الإمام صرة، لولا أنه ثقة من الخواص مثل ما تقول من الطبقة الأولى، كان الإمام عليه السلام يكلفه بهذه المهمة أن يقول له هذه صرة وروح اشتر من ذلك النخاس تلك الجارية. لو مو خوش ربما اشترى الجارية نفسه وانصرف، أو ربما لا وضع السرة في جيبه وفارق. هذا وثاني إمام يكلفه بشنو؟ يكلفه بشراء جارية رايحة تكون شنو؟ زوجة له وأما للإمام بعده. ألا أن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا. التفت شوي عمي بارك الله فيك. أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم أو تكتم. يقول أعطاني سرة ولكن تسليما وانقيادا لأمره، ما يحتاج أفتحها أعد ما فيها. يقول ولو أردت شراء الدنيا بهذه السرة لاشتريتها. فلذلك أنا أستغرب يا عمي ترجوف، ماكو واحد يدخل مع الحسين ويصيبه فقرا أو إملاقا. متى يصيبه الفقر والإملاقا؟ لما يشرط عليه. بغيت هالقد عطوك.
والله يا إخوان شرف المنبر وأنا ود النعيم بالهم تذهب بركة هذه كلش ما. والغنى والفقر معكم خير من الغنى مع غيركم. وين هذا عم الناس؟ يقول يوم جيت إلى النخاس وقلت له أريد أن أشتري منك الجارية التي أخبرتنا بالأمس أنها مريضة. قال بكذا من المال. قال صببت السرة أمامه. توين أسولف يا أخونا وحبيبنا أبا حسين عن هذا الرجل الشريف. شوف الأستاذ حميد صنقور. خب أنا يعني الحاج رياض ما شافني، يمكن شايفنا على كل ما ذاك، بس الأستاذ حميد صنقور هذا كان من مشاهير المحامين في البحرين، ورجل كان يحبنا ونحبه، ورجل عنده ذماثة خلق وسمت ووقار وعنده ذكاء. هذا علي صنقور، هذا ملا علي صنقور، أنا ساعات أجيب طارق، وكان من مشاهير خطباء البحرين، وعرف عنه شنو؟ يعني يعلمون عنه البوري. شوف اكو باث يمكن يوصل له البوري، قرأ سنين بمأتم الإمام الباقر عليه السلام، وسنين كان قبل لا، بالأيام كانوا بالطويلة قبل لا يصير عدو، وهذا كان من يقرأ تحت أول يتربع تحت يقرأ. ملا علي بن صنقور كان نار على رأس علم في خطباء البحرين. على كل حال يقول صببت السرة أمامه وافقت ما أراده فيها لا زيادة ولا نقيصة. قال تشتريها لك أم لصاحبك الذي كان معك بالأمس؟ قلت له لصاحبي الذي كان معي بالأمس. فقال زدني به معرفة. قلت لا أعرف أكثر من هذا. التقية يقول قلت له لصاحبي الذي كان معي بالأمس. قلت له لماذا تسأل؟ قال عندما اشتريت هذه الجارية من أقصى المغرب. شوف الله يرحمك يا ملا علي بن فاز، يقول له حظوظ جلبتهم وجابتهم. تأبالك جية الماتم هذه بإرادتك، بإرادتك، إرادة الله وتوفيق آل بيت محمد. غيرك الآن كلش ما موجود، لا بماتم ولا تحصل. يمكن منا ساقتك أقدار التوفيق أن تأتي إلى معزاهم إلى مأتمهم. نعمة. اي والله يا اخوان. قول تعال يا بابا، يا بابا أبوي مريض، شلون تطلع من البيت؟ قال يا ولدي ملا اكو يقول يا غريب يا مظلوم. أقعد أنا بالبيت يقول يا غريب يا مظلوم. يقول لقيتني راهبة نصرانية قسيسة من أهل الكتاب وأنا أقودها، فقالت لي ما يعني احبسي العجلة، لماذا هذه عندك؟ قلت لا اشتريتها لنفسي. قالت لا ينبغي أن تكون هذه عند مثلك. قلت لا ولماذا ليش؟ قالت ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فما تلبث عنده إلا قليلا حتى تنجب له أولادا يدين لهم أهل المشرق والمغرب بالولاء. الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، خلف الحكم. يعني لو سئل الإمام في زمن ظهوره المبارك هي تكتم شو يصير لك؟ ألا يقول جدتي؟ العسكري لما يقول تكتم شو يصير لك؟ ألا يقول جدتي؟ لما يسأل الجواد شو يصير لك هذه؟ ألا يقول جدتي؟ الرضا شو يقول؟ ألا يقول هذه أمي؟ ساقتها الأقدار من وين؟ شوف، من المغرب إلى أشرف البيوت وأطهرها وأقدسها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، وهي بيوت محمد وآل محمد. أتكنى وتلقب بالشقراء وتلقب بأم البيت.
البنين أو تكنى بأم البنين وتلقب بالشقراء لأنها أنجبت للكاظم 4 من الذكور و11 أنثى، أفضلهم في الذكور الرضا وأفضلهن في الإناث منه لا تروحوا لها مناك أشعال بيت محمد. وهناك من ساقتها الأقدار من البادية، فهي في أصل انتسابها من أهل الباد، وعشيرتها كانت من أعرق العشائر العربية فقد ضاع صيتها، فلذلك تلقب بالبدوية وهي تلقب بالشقراء، وتشتركان في الكنية، تلك أم البنين وهذه ماذا؟ أم البنين. تلك أنجبت للكاظم 4 وهي أنجبت لعلي ماذا؟ 4. لكن نقول يا إخوان شنو؟ نقول قول الإمام الصادق عليه السلام كلنا في الفضل سواء وعلي شان. وأكو امرأة قدمت لأهل البيت كما قدمت أم البنين. شو يقول الأستاذ الكبير والأديب مفخرة المنبر والبحرين والخليج والخطاب الحسيني ملا عطية، يقول صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، يا ليت احنا شيب لك حب، احنا نعز نلطم انزو نمشي نقدم سوينا، يجي كل ما قدمه الشيعة في كل تاريخ ارتباطهم في إحياء شعائرهم أو في إحياء الشعائر لأهل البيت، كل هذا لو جمعته في كل حقب التاريخ وبطون التاريخ من مؤسسات من بدر من أي شعيرة من الشعائر تأتي قدام ما قدمتهم البنت. يقولون والجود بالنفس. يقول الدمستاني فقيه جامع لشرائط الفتوى ما يتلعب بالألفاظ، يقول ومن الواجب عينا لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردا كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس. يلا اقرأ وقليل تتلف الأرواح في حب الحسين. اجت يوم حلفت العباس بذر الرضاع أو بذر لبن هامو، يوم قالت له قالت أقسم عليك بذر لبن صدري، لما تقول له ظناها أقسم عليك بلبن الرضاع أو بسهر الليالي أو بتعب الأيام شنو عم. لكن لما اجت والتقت ويا زينب أقسمت عليها بماذا؟ أقسمت عليها بذر لبن أمها فاطمة. يقول أبغى منك 3 حاجات، أنا بس 3 أسئلة وأبغى الجواب منك. يقول صاحت حق الله ترويت بحجرها أذريب وقعد كربلاء شايد أمرها، لكن ثلث نشذات واضحي لي خبرها أذري على جرح المصايب ما تقدرين. اسألي يا يمه، قالت السؤال الأول يا زينب أريد نشدش فاز بالناموس عباس. والسؤال الثاني يمه وخبرين جسم حسين بخيول العقنداس. لا حول لا حول. والسؤال الثالث وانت وقفتين
كتف بديوان الارجاس بالحبل مربوقات وياك الرساوي. قالت يما واقفين على باب الدار ما اقدر اسولف. ادخلي يا امي ويانا. قالت اقعدي وياي بالله وساعديني في الحنين. كربلاء شيبت راسك مثل يا ام البني. مر ليل عباس نجري دموعنا ومرة لحسين نذكر ايام الجميلة وحايطة بينا الشباب. يلا اللي بتقرا الرواية عاد زينب الملاية زينب، بس أنا كل بيت بعقب عليه ببيت من عندي. قالت سمعت قلها والدمع جفن هماله طيب الأصيل ما تنوصوف طيب أفعاله ملغوف خاض الماي مهتم بزلاله جود ملاه صب دال مدمع العهد. أبا أعقب عليه من عندي. أم عباس أخذ البيت من عندي ومن عند المؤمنين في مأتم النعيم الجنوبي. والخاض الماي بس غيس برده ترى الشفا يروي عطش كبده تذكر لأن أخوك حسين بعده ذاب الماي من جفه وتحسر. يلا نروح لقراية زينب. وش البيت الثاني العزية الثانية؟ قالت يم البنين وقفتي بديوان سفيان بيغن عرفنا وانقلب ماتم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين العيال لكن ثنايا حسين كسر غن الصوبة. ويش اقرا ليلة؟ تدري ويش اقرا ليلة؟ قالت خويا الغضوم والضيم من بعدك علانا وبالشام يا ابن امي اشبع الضيم ومهانه ذرفع قضيبك يا الذي تكسر اسنانه عن
الثغرة خيه ذابت قلوب النساوي. لو عبط من المجلس بتقول الملا انا سبيت ما جاب البيت وهذا هو اللي نبغي في القصيدة. سكتت زينب قالت لا قرايش ناقصة بعد بيت. قالت وان كان قلتي للشهيد شلون رضاه دفنا خوارجهم واخوي حسين خلوه نخيتهم وعناد لي بالخيل داسوه ولا جرى ما ينوصف غير التسمعي. أحلفك بابو فاضل وين صار؟ قالت يما 10 من الفرسان قامت وركبت الخيل وداست على صدر تربى بحجر جابريل ورضت ضلوع وفصلت شلون تفصيل وشالوا براسه وظلت الجثة رمية. احنا غير احسان والذنوب بخواي جفتها ثقيلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ يا رب ثواب مجلسنا هذا إلى الحاج رياض ابن الحاج حميد ابن الحاج ملا علي صنقور رضوان الله تعالى عليهم. ادعوا له يا إخوة. اللهم ارحم غربته آنس وحشته سكن روعته أنزل إليه رحمة من عندك واسعة يستغني بها عن رحمة من سواك إلى روحه الطيبة وأرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى روح العم الحاج جعفر حماد رضوان الله تعالى عليهم. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة والصلوات.